يوم شبابي، عين على الشباب، حصة تعنى بمواهب الشباب ونشاطاتهم. أكيد وككل عدد نسعى دائما لاستضافة ضيوف مميزين ومن الميدان. أسعدنا اليوم كثيرا باستضافة السيد محمد عينين رئيس جمعية الياسمين لحماية البيئة لولاية الجزائر. أهلا بك سيدي، صباحك سعيد. صباح الخير وشكرا على الاستضافة. دعونا بداية نتعرف معكم مشاهدينا الكرام على جمعية الياسمين، متى تأسست وأين الكائن مقرها؟ أولا جمعية الياسمين لحماية البيئة هي جمعية تهتم بحماية البيئة والمحافظة على المحيط، تهدف إلى العمل على نشر الوعي والثقافة البيئية في أوساط الشباب ولدى الطفل منذ الصغر من خلال خلق نوادي بيئية عبر المؤسسات الشبانية، والقيام كذلك بالتحسيس والتوعية والتربية البيئية تحت شعار تربية بيئية من أجل تنمية مستدامة. تربية بيئية من أجل تنمية مستدامة، هذا هو شعار جمعية الياسمين لحماية البيئة. كانت عندكم مشاركة أستاذ في الحركة أو القافلة، قافلة الذاكرة للشباب التي انطلقت يوم الذاكرة 8 مايو. نعم. إلى أين كانت الوجهة؟ نعم، جمعية الياسمين شاركت ضمن 61 جمعية شبانية بمعدل 25 شاب لكل جمعية، حيث فاق العدد الإجمالي 1425 مشارك، 25 شاب من مختلف بلديات العاصمة شاركوا في القافلة الشبانية إحياء لليوم الوطني للذاكرة مجازر 8 ماي 45 تحت شعار ذاكرة الأجيال تأبى النسيان. إلى أين كانت الوجهة هذه المرة؟ أولا الانطلاقة الرسمية كانت من مقام الشهيد لتجوب مختلف ولايات الوطن. احنا جمعية الياسمين كانت الوجهة تاعها الغرب الجزائري، بالضبط عين تيموشنت. المكان كان بيت الشباب عميرة رايح، حيث وجدنا في الاستقبال مدير الشباب والرياضة وكذا مدير ديوان مؤسسات الشباب ومديرة دار بيت الشباب عميرة رايح. استقبلنا أحسن استقبال، كان كل وسائل أو شروط الراحة والإقامة والنظافة متوفرة في ذاك الآخر. كذلك مشكورين بالمناسبة، نوجه الشكر لمدير الشباب والرياضة اللي قدم لنا كل التسهيلات من أجل زيارة المعالم السياحية والتاريخية في الولاية. يعني ما هي أبرز المناطق التاريخية والأثرية اللي قمتوا بزيارتها؟ أولاً اليوم الأول زرنا بلدية الأمير عبد القادر، حيث كذلك وجدنا في الاستقبال رئيس بلدية والوفد المرافق له، مؤرخين وممثلين كذلك عن مديرية الشباب والرياضة، حيث رافقونا إلى أبرز المعالم التاريخية الموجودة في تلك البلدية. كانت تنسيقات قبل الانطلاقة؟ التنسيقات اللي كانت قبل الانطلاقة احنا نسقنا مع جمعية عندها نشاطات هادفة، هي جمعية زهرة بلادي، اللي درنا عمل كما يقولوا تنسيقي كان في المستوى المطلوب. الانطلاقة نعود نرجع شوية للخلف، كانت الانطلاقة من مقام الشهيد بالجزائر العاصمة من طرف يعني تحت إشراف مدير الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر سيد ياسين سيافي. في الكواليس كنت قلت لي أنه أنت وجهت كلمة لمدير الشباب والرياضة قبل الانطلاق ب5 دقائق. نعم، قبل الانطلاق ب5 دقائق كان لي حديث مع مدير الشباب والرياضة، حيث قلت له أن شاء الله احنا راح نكونوا سفراء، خير سفراء، ونكونوا ممثلين حقيقيين، ونكونوا في المستوى المطلوب لتمثيل ولاية الجزائر وقطاع الشباب والرياضة أحسن تمثيل. والحمد لله زرنا أبرز وأكبر معالم سياحية وتاريخية، كذلك رحنا لبني صافي، رحنا للشقون، زدنا رحنا ولايات أخرى مثلا ولاية وهران، ولاية تلبسان، كذلك موفرون المرافقين اللي رافقونا طيلة الإقامة وطيلة القافلة اللي كنا متواجدين. أكيد جمعية الياسمين كانت شرفت ولاية الجزائر أحسن تشريف بنشاطاتها اللي قمتوا بها في على مستوى بيت الشباب عميرة رايح. نعم، هي مبادرة
اللي في كل مره احنا داخله في النشاطات تاعنا وفي الاعمال تاعنا وفي البرامج تاعنا، هي كل ما نزوروا مكان نديروا عمليه تنظيف او عمليه تشجير او عمليه تحسيس. هذه المره قمنا بعمليه تنظيف واسعه، عمليه تخللت كذلك عمليه تشجير في حديقه بيت الشباب عميرة رايح، وين هذا المبادره ما كناش ننتظروا انها تاخذ صدى محسوب ايجابي كبير، وين نشرتها كل الصفحات الرسميه في الولايه، ولايه الجزائر، ولايه عين تيموشنت، الصفحه الرسميه لمديريه الشباب والرياضه، ديوان مؤسسه الشباب، ومختلف المؤسسات الشبانيه في الولايه. هي ربما حمله التنظيف هي عمليه بسيطه لكنها خلت صدى جميل في ولايه عين تيموشنت. الحمد لله. حتى احنا يعني الهدف من هذه القافله ولا من هذه الاعمال هو غرس الثقافه او روح المواطنه في نفوس الشباب، وكذلك ترسيخ الذاكره الوطنيه، تثمينها ونقلها للشباب لتقويه ايمانه بقدسيه ثورتنا وتاريخنا المجيد. هي في الاساس قافله تذكر الشباب القيمه الاساسيه انه نلامسوا التاريخ ونشوفوا المراكز الاثريه والتاريخيه، لكن جمعيه الياسمين اضافت قيمه، هي قيمه مضافه، انه تغرس روح مواطنه الشباب وتشارك في عمليه تشجير. حتى كانوا معكم شباب من ولايه عين تيموشنت كانوا مشاركين كذلك. شاركوا معنا حتى المسؤولين اللي كانوا تم شاركوا معنا في هذه العمليه. والحاجه اللي ربما ايجابيه اكثر من المبادره هي ان الشباب اللي راحوا معنا عجبتهم هذه الخدمه، وكما يقولوا وانخرطوا في الجمعيه، وصبحوا اليوم يرافقونا في كل العمليات التطوعيه اللي برمجوها في ولايه الجزائر. حيث كان لجمعيه الياسمين تشريف او تكريم خاص من طرف مديره بيت شباب عميرة رايح، نوجه لها تحيه من هذا المنبر. تقدر توجه لها كلمه كذلك؟ كذلك نوجه لها الشكر الجزيل على حسن المعامله اللي لقيناها وتلقيناها في هذاك المركز، اللي حتى واحنا جايين قالوا لنا تعاودوا تقولوا لنا العام الجاي ولا. الحمد لله هذه حاجه تشرفنا وتشرف القطاع وتشرف ولايه الجزائر. كذلك كما يقولوا قالت لي لازم نكرموكم على المبادره هذه، واللي كرمتنا وهذا شرف لنا. ما شاء الله. اذا كان صدى ما شاء الله، الله يبارك. وكانت العوده يوم اي يوم كانت يوم العوده؟ 12 كانت العوده يوم 12 ماي 2024 الى الجزائر، واللي نقدروا نقولوا انه تمت العمليه بنجاح. تمت العمليه بنجاح، وكانت زياره كما يقولوا قافله ايجابيه، ومثلنا صح مديريه الشباب والرياضه ولايه الجزائر احسن تقدير، والحمد لله هذا توفيق من الله. ان شاء الله في طبعات اخرى من هذه القافله نشوفوا جمعيه الياسمين في ولايات اخرى بنفس الصدى بنفس القيمه ان شاء الله. ان شاء الله. احنا مثلا العام الماضي رحنا للشرق الجزائري، رحنا للبجايه. هذا العام رحنا للغرب الجزائري، العام الجاي ان شاء الله اللي كتبر به نروحوا للصحراء. ان شاء الله ان شاء الله تكون في زياره للجنوب الجزائري من طرف جمعيه الياسمين. نروحوا شويه للامام، نتقدموا ربما ولا نهضروا على القافله او المشروع اللي راهي تقوم به جمعيه الياسمين، هي قافله الشباب المتطوع. نعم، هذه السنه عندنا مشروع هو القافله الكبرى للشباب المتطوع. هذه القافله هي قافله خضراء تجوب احياء بلديات الجزائر العاصمة، ومن خلال هذه الزيارات نقوم بعدة نشاطات، حملات تحسيسية توعوية، عملية نظافة كبرى، عملية تشجير، كذلك التحسيس والتوعية في مختلف الأماكن والمؤسسات الشبابية. انطلقت القافلة؟ القافلة انطلقت في بداية هذه السنة، بالضبط في السنة الأمازيغية، وين درنا عملية كبيرة، شاركنا في عملية كبيرة في بوشاوي، عملية تشجير اللي أثرت أنها ربما أكثر من 90 شاب وشابة هم طلبة جامعيين في بوزريعة. نعم، يعني عندكم نشاطات حتى خارج مديرية الشباب والرياضة؟ عندنا نشاطات حتى خارج المديرية، كما مثلا في
اليوم العالمي للبيئة، شاركنا في رئيس حامدو مع بالتنسيق مع مديرية الغابات ومديرية البيئة، وكذلك درنا عملية أكبر عملية كما يقولوا بالتنسيق مع مؤسسة شبانية هي دار الشباب البريجة سطاوالي، ودار الشباب أو المركز الثقافي زيرالدا. درنا عدة نشاطات تتمثل هذه النشاطات في معارض بيئية متنوعة، في عدة ورشات بيداغوجية، رسكلة، تلوين، أشغال يدوية، كذلك عدة عروض بيئية، مسرحيات بيئية، أناشيد بيئية، وكذا درنا عملية تشجير أو عملية كما يقولوا غرس شجيرات ونباتات للزينة على مستوى المركز الثقافي بزيرالدا. نعم سيدي، كانت كلفت جمعية الياسمين بتهيئة أحد المسابح في العاصمة. نعم، مؤخرا رحنا درنا عملية تنظيف واسعة في المسبح الجواري بالعناصر. الحمد لله كملنا في مثلا أسبوع، كملنا العمل هذا تاع التنظيف، وراهي كما يقولوا على أحسن ما يرام، وما زلنا إن شاء الله نواصلوا. نقدروا نقولوا إنه المسبح راهو حاضر؟ المسبح راه جاهز لاستقبال موسم الاصطياف. موسم الاصطياف ونشاطات تاع مديرية الشباب والرياضة إن شاء الله. ذكرني فقط أستاذ، أنت قلت إنه مقركم بزيرالدا. نعم، عندنا المقر تاعنا في زيرالدا. أول حاجة نقول لك بلي جمعية الياسمين تأسست في 2013 من طرف مجموعة من الشباب عندهم مختصين في المجال البيئي. من بين الأهداف وأبرز الأهداف اللي قام عليها التأسيس هي رفع الوعي البيئي في المجتمع. والمقر تاعنا في زيرالدا، وعندنا كذلك كما يقولوا أكيد نشر الوعي البيئي في أوساط الشباب، هذا هدف كبير من أهداف جمعية الياسمين التي تسعى دائما لتحقيقه. إن شاء الله. الحمد لله. احنا من بين هذه النشاطات ولا من بين هذه الأهداف اللي حققناها الحمد لله وصلنا حتى 70% من الأهداف الجمعية حققناها الحمد لله، هذا بفضل كما يقولون العمل في الميدان. كذلك قمنا بمناسبة تاع واش يسموها تاع المشروع القافلة الكبرى للشباب المتطوع، نديروا دورات تكوينية في مجال التأطير والتنشيط للنوادي الخضراء وتقنيات النوادي الخضراء، اللي قمنا ثلاث دورات تكوينية استفاد منها 75 شاب. ان شاء الله نزيدوا نشوفوا دورات اخرى، وان شاء الله تعم فكره النوادي الخضراء على كامل المؤسسات الشبانيه. ان شاء الله. رساله توجهها للشباب ككل الشباب الجامعي خاصه، لانه كنت ذكرت لي انه انت عندك احتكاك مباشر مع الشباب الجامعي، للناس اللي تحب البيئه، تحب تهتم بالبيئه. والله احنا وين نروحوا في الجامعات ولا المؤسسات الشبانيه نلقاو استقبال كبير، وحابين يخدموا يدخلوا في هذا المجال البيئي. كما رحنا مثلا رحت للجمعيه جامعه بوزريعه، وين لحد الان نخرطوا 120 شاب وشابه، كما يقولوا 120 طالب اللي راهم معايا الان كما يقولوا يرافقوني في كل النشاطات تاعي التطوعيه عبر ولايه الجزائر. ان شاء الله. شكرا لك سيدي، كنت احسن ضيف وشرفتنا في بلاطو عين على شباب. ان شاء الله نزيد نشوفوك في لقاءات اخرى ان شاء الله، وعين على شباب ان شاء الله تتنقل وتجي تزوركم ان شاء الله. ان شاء الله. بهذا نختتم عدد اليوم، نلتقي في اعداد اخرى من هذا البرنامج. ما تنسوش دائما انه تتهلاو في روحتكم، وسلام.